السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين رجال ونساء شباب وبنات، حيا مرحبا بكم. وعدنا بعد غياب طويل والعودة أحمد إن شاء الله. والمرة هذه بإذن الله نحاول نعطيكم يعني عفو درس جديد بعد الغياب كله الطويلة، وإنه درس الدروس المتلاحقة. درسنا وشغلنا اليوم إن شاء الله هو بسيط وجميل جدا. هو عبارة عن بخور. البخور هذا سهل طريقته، أدواته بسيطة وسهل طريقته إن شاء الله. البخور جميل. عندنا هنا نبدأ مكوناته. عندنا بخور مسقى زي البخور المسقى العادي، بس ممكن نعمل منه بعد ما ننجزه يصير أيضا بخور آخر نقدر نستخرج منه، أو نقدر نسوي من هذا بخور آخر. عندنا هنا المكونات حقت البخور المسقى. عندنا هنا العواد المروكي، هذا المروكي الجميل جدا، نظيفة منظفة وحلوة. الكسرة منه الحبة الواحدة مع العطر الجميل تجلس ممكن تغطي المكان كله وتلف المكان لف. وطبعا عندنا هنا هذا العطر، طبعا الكاسة دي غطيتها أنا ما نعرف ليش. عطر جميل اسمه مسك العود. هذه مسك العود من مصنع تماظر للرواح العطرية. العطر جميل والله ما شاء الله. فتحت الغطاء، الرائحة خرجت من الغطاء اللي عندي، رائحته فواحة، جميل جدا. ثباته لا ثباته طويل ما شاء الله تبارك الله، يعني ثبات فيه جامد، يعني يعجبكم إن شاء الله، وأكيد حيعجبكم. مو من شان شيء، بس من شان يعني إنه تستمتعوا بالبخور، وإنكم تنبسطوا حتى برائحته جميلة وتستمتعوا فيه. البخور بسيط جدا. عندنا هنا العلبة هذه اللي نحط فيها البخور الكسر، وأيضا نصب عليها العطر. بسم الله. نفتح هذه العلبة كبيرة ما شاء الله، حق نص كيلو. طبعا عندنا كمية هنا البخور تقريبا تطلع له 200 جرام. هذا البخور 200 جرام نصبها في الوعاء. هذه الجرة زي ما انتم شايفين. وبعدين نحط عليه طريقة البخور عادية، المسقى العادي. وفي طرق أخرى إن شاء الله بنزل دروس عنها بإذن الله في المرات القادمة إن شاء الله. ونصب عليها بإذن اللي هو العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العطر هذا نسيت ما أقول لكم مقدار 300 جرام. العطر صبيت على 200 حوالي 300 جرام زيت عطر مسك العود. عطر جميل جميل جميل. رائحته طبعا مسك العود اللي بيسمعها يقول هذا العطور الشرقية. العطور الشرقية في لمسة تكوينها اللي هو الروائح الأوروبية، النكهات الفرنسية. وعطر ما شاء الله جميل جميل جدا. نقدر نغطيه ونحاول نحركه كالمعتاد. إن شاء الله يكون بدنا العطر مكفي، بدنا كفايته. نحاول نحرك بأي طريقة كانت بحيث إنه يتقلب ونخلط العطر مع كسرات العود. طبعا طبعا البخور هذا بعد ما يتشرب هذا العطر، وإذا كان يحتاج إنه البخور مسقى، بعد ما يتشرب العطر فترة وتجهز لمدة حوالي أسبوعين تقريبا 3 أسابيع إلى شهر. وإذا جلس أكثر ما هي مشكلة. إذا يحتاج له أيضا عطر ممكن إنه أسقيه أيضا عطر آخر 100 جرام حوالي أو 150 جرام إذا شاء الله، حتى يمتزج ويتشرب كسرات العود بكاملها. طبعا كسرات البخور هذه العود أنا جايبها من مصدرها، نوع مروكي جميل جدا. أنا أحاول أقلب بسرعة
ان شاء الله ممتازين معنا. اذا ممتازين ان شاء الله لبكره باذن الله، بعد يومين اذا نقص البخور وتشربت الكسرة طبعا العطر، احاول اني ايش اضيف عليه ايضا 100 الى 150 جرام من العطر مسك العود. احاول اشوف اقرب لكم. وشكرا لكم والى لقاء اخر باذن الله. وايضا هذا عفوا قبل اللقاء، انتظروا لحظه قبل اللقاء، قبل ما ينتهي الدرس، طبعا هذا البخور بعد ما نخلص منه ان شاء الله وتشرب الكسرة تعود تشرب العطر باذن الله، ممكن نسوي منه ايضا نوع بخور اخر شبيه بالبخور العدني. اذا فرغت منه ان شاء الله بحاول اني اوريكم نفس الصورة ونفس الطريقة وكيف هي طريقة. هو بالطبخ يعني نطبخ حتى مع السكر، نفس الطريق البخور العدني، وايضا نسموه بخور العماني او الطريقة العمانية. وهي طريقة جديدة عندي ان شاء الله باذن الله راح اوريكم عليها. وشكرا لكم. ولا تنسونا، امان عليكم لحظة بس معليش، لا تنسونا بالاشتراك والشير اللي هي السبسكرايب، وايضا طبعا المشاركة والقبول فيها والسبسكرايب باذن الله. وشكرا لكم.